سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. بيان صحفي لوزارة الإعلام حول الأكاذيب الملفقة لوزارة الخارجية الإثيوبية. سمينار حول السجل العقاري والمحافظة على البيئة في مديرية بارنتو. أنشطة ناجحة للحفاظ على المياه والتربة في حينبة بمديرية الدقية. اتفاقية بين جنوب إفريقيا والصين تتيح تصدير المنتجات بدون رسوم جمركية. الهند وماليزيا تتعهدان بتعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات. العراق يتسلم أكثر من 2000 عنصر من داعش المحتجزين في سوريا. السلام عليكم ورحمة الله. أكاذيب ملفقة لأغراض خفية. وجه وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي اتهامات كاذبة وملفقة ضد دولة إريتريا لأغراض غبية وهي صادمة في لهجتها ومضمونها. وتؤكد إريتريا مجددا أنها لن تدعى إلى سكب الوقود ونفخ الرياح للنيران ولا على طاولة كهذه من الأكاذيب المخزية وغير اللائقة. وزارة الإعلام أسمر 9 فبراير 2026. تم عقد سمينار لممثلي السكان والمسؤولين الإداريين في بارنتو يومي 4 و7 فبراير لرفع مستوى الوعي العام بشأن التسجيل العقاري والحفاظ على البيئة وإدارة النفايات. وقدم مسؤول فرع السجل العقاري السيد سمرس له توضيحا عن معنى وأهمية التسجيل العقاري، قائلا إن التسجيل العقاري عملية مهمة توفر الحماية القانونية للأراضي والعقارات المبنية عليها. وذكر إن إعلان تسجيل الأراضي والعقارات الأخرى رقم 95 لعام 1995 يشترط تسجيل جميع الأراضي والعقارات المبنية عليها، وحث جميع المؤسسات الحكومية والجمعيات والمواطنين على المساهمة بفعالية لأنه يسهم بشكل كبير في إدارة الموارد الطبيعية وصياغة خطط التنمية الوطنية ووضع السياسات المهمة، ويقلل من صعوبة الوصول إلى المعلومات الأساسية اللازمة لأغراض إدارية. وأضاف إن التسجيل يصب في مصلحة الشعب والحكومة على حد سواء، وأن كل مالك عقار ملزم بتسجيل العقار الذي تم الحصول عليه، مذكرا مقدمي الخدمات والمخاولين بضرورة التأكد من حصولهم على وثائق تسجيل ملكية العقارات قبل تقديم الخدمات. كما ذكر مسؤول فرع البيئة سيد سماريغ برزقابيهير بدوره بضرورة ضمان الإدارة والتخلص السليم من النفايات لمنع الأضرار بالبيئة وصحة الإنسان والحيوان نتيجة لسوء التعامل مع النفايات والتخلص منها، وحث الشعب على توخي الحذر في التخلص من النفايات الصلبة والسائلة لأن التلوث البيئي يشكل خطرا على الصحة، عملا بالإعلان رقم 179 لعام 2017 الذي ينص على المبادئ التوجيهية للوقاية البيئية وإدارتها ومعالجتها. من جهته حث مدير مديرية بارنتو السيد تسفى ألم بهته مدراء الضواحي والإداريين على القيام بدور ريادي في التنفيذ الفعال لعملية التسجيل العقاري. دعا مدير مديرية الدقية السيد هبتاي تسفازجي إلى تعزيز الجهود للحفاظ على المياه والتربة والحياة البرية في ضاحية حينبة. جاء هذا لدى اللقاء الذي عقده مع سكان حينبة اليوم 9 فبراير، وأشاد بالمشاركة الواسعة للمواطنين في الأنشطة التي تشمل بناء القنوات الحوضية وإصحاح الآبار والتشجير إلى جانب صيانة الطرقات، مذكرا إياهم بوضع الطبيعة التopografية للمنطقة في التخطيط إلى أعمال التنمية والإصلاح البيئي التي تنفذ. وحث على مراقبة الغابات والمحافظة عليها دون الانحسار في التشجير فقط. وفاد مدير ضاحية حينبة السيد جمال محمد شفا بدوره أنه تم غرس أكثر من 20,000 شتلة في قرى عبوخ لرقة وأعالي حينبة، بالإضافة إلى قرى حمبرتن العليا
والسفلى، وإنه يتم مراقبتها بجدية حفاظا على الثروة النباتية، وإنه يتم تشجيع مبادرات التشجير الفردي منذ عام 2018 وتحفيز المشاركة العامة للمشاركة في البرامج التنموية. وحث قائد شرطة مديرية عد قيح النقيب كدان فتوي المجتمع لرفع إلمامه القانوني والابتعاد عن المخالفات والجرائم والمساهمة في الكشف عنها عند حدوثها. وتقع حينبة إلى الشمال الشرقي من مدينة عد قيح على بعد 5 كيلومترات، ويقطنها أكثر من 1400 نسمة. نظم فرع اتحاد الشباب والطلاب في شمال البحر الأحمر دورة في القيادة والإدارة لأعضائه في مديريات نقفة وقرورة وأفعبت وشعب ومصوع وفرو وقلعلو. تضمن التدريب الذي استمر أسبوع تأهيلا في الإدارة والقيادة وإدارة تأثير الأقران وأهمية التنظيم والأيديولوجيا والسياسة ومواضيع أخرى ذات صلة. وأشار مسؤول التنظيمات في فرع الاتحاد بالإقليم الشاب صالح أحمد في المراسم التي أقيمت في 7 من الشهر الجاري إلى أن دور التدريب المتمثل في تشجيع وتدريب القيادة الطوعية بين الشباب وتبادل الخبرات لا يستهان به. وذكر مسؤول التأطير بالفرع الشاب سليمان يوسف بدوره أن التدريب جزء من جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز المهارات الشاملة للشباب وحث المتدربين على تطبيق المعرفة المكتسبة في حياتهم اليومية. وشدد مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إدريس علي بأهمية التدريب وحثهم على أن يكونوا قدوة حسنة لأقرانهم وأن يكون لهم تأثير إيجابي في حياتهم الاجتماعية. استشهد العقيد تسفى برهان بهلبي الملقب بودقشي يوم 7 من فبراير الجاري في روما الإيطالية عن عمر ناهز 69 عاما جراء مرض ألم به. التحق العقيد تسفى برهان بصفوف جبهة تحرير إريتريا في شهر فبراير من عام 1976 ثم انتقل إلى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في عام 1987 ضمن القيادة المركزية لجبهة تحرير ساقم، وناضل على مستوى قائد كتيبة قبل التحرير، ثم عمل ضمن قوات الدفاع الإريترية حتى وصل إلى منصب قائد فرقة. العقيد تسفى برهان بهلبي والدقشي رب أسرة وأب لابنين، وقد أوري جثمانه الثرى ظهر اليوم 9 من فبراير في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها استشهاد العقيد تسفى برهان بهلبي وتعزي زويه ورفاقه المقاتلين وزملائه. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. وقعت جنوب إفريقيا اتفاقية شراكة اقتصادية مع الصين تتيح لبريتوريا تصدير منتجاتها إلى السوق الصينية معفاة من الرسوم الجمركية. وقالت حكومة جنوب إفريقيا في بيان إن وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا باركستاو ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو وقعا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الصينية الإفريقية، وهي اتفاقية تاريخية تهدف إلى منح الصادرات الجنوب إفريقية إمكانية الوصول إلى السوق الصينية معفاة من الرسوم الجمركية مع تعزيز الاستثمار في اقتصاد جنوب إفريقيا. وأعربت الحكومة عن أملها في أن تسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص عمل وتعزيز القاعدة الصناعية للبلاد. وأكدت جنوب إفريقيا والصين أهمية التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر لا سيما في مصادر الطاقة المتجددة وتصنيع السيارات الكهربائية. تعهدت الهند وماليزيا تعميق شراكتهما في مجال أشباه الموصلات في إطار سعي البلدين الجارين لتطوير علاقاتهما التجارية والأمنية أثناء زيارة يقوم بها حاليا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. ووصل مودي إلى ماليزيا في أول زيارة يقوم بها منذ أكثر من عقد، ووقع عدة اتفاقيات مع نظيره الماليزي أنور إبراهيم تتعلق بالطاقة المتجددة والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي. وقال مودي إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية سنمضي قدما بشراكتنا في مجالات أشباه الموصلات والصحة والأمن الغذائي. من جانبه أكد مودي أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية لماليزيا بوتراجايا
أن هذا الاجتماع وهذه المباحثات حيوية واستراتيجية ومهمة جدا للمضي قدما في تعزيز العلاقات بين الهند وماليزيا. يواصل العراق استلام دفعات من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش المحتجزين في سوريا ضمن عملية نقل تنفذها القوات الأمريكية بالتنسيق مع التحالف الدولي. وتسلم العراق حتى الآن 2225 من عناصر التنظيم جرى نقلهم من الأراضي السورية برا وجوا. وأوضح أن عملية التسليم أو التسلم تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، مشيرا إلى أن المعتقلين محتجزون في مراكز نظامية مشددة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الشهر الماضي بدء نقل ما يصل إلى 7000 معتقل من عناصر التنظيم من سوريا إلى العراق في خطوة قالت إنها تهدف إلى ضمان بقاء هؤلاء في مرافق احتجاز مؤمنة. قتل 3 أشخاص بانهيار جليدي في منطقة جبال الألب بإيطاليا بينما تواجه إسبانيا والبرتغال عاصفة جديدة حاملة المزيد من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، مما يثير مخاوف السلطات من حدوث فيضانات عارمة وأضرار جسيمة في الممتلكات. وقالت خدمة الإنقاذ في منطقة جبال الألب بإيطاليا إن 3 أشخاص قتلوا إثر انهيار جليدي خلال تزلجهم خارج المسارات المخصصة للتزلج في جبال ترينتينو، ألتو أديجي ولومباردي، وهما منطقتان تضمان بعض مواقع دورة الألعاب الشتوية في ميلانو وكورتينا. أما في شبه الجزيرة الأيبيرية فتواجه إسبانيا والبرتغال عاصفة مارتا بعد عاصفة ليوناردو التي ضربت البلدين الأسبوع الماضي، مسببة فيضانات وخسائر كبيرة. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. بيان صحفي لوزارة الإعلام حول الأكاذيب الملفقة لوزارة الخارجية الإثيوبية. سيمينار حول السجل العقاري والمحافظة على البيئة في مديرية بارمتو. أنشطة ناجحة للحفاظ على المياه والتربة في حينبة بمديرية عدقية. اتفاقية بين جنوب إفريقيا والصين تتيح تصدير المنتجات بدون رسوم جمركية. الهند وماليزيا تتعهدان بتعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات. العراق يتسلم أكثر من 2000 عنصر من داعش المحتجزين في سوريا. قدمت لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.